قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الخصلة الثانية وهي إكرام الجار، والجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق، والزاد قبل الرحيل، والإحسان إلى الجار من علامات الإيمان. وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الجار في كتابه العزيز وفي سنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. قال جبريل: وما أدراك ما جبريل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، بمعنى يجعله في درجة الأبناء وفي درجة الورثة.